هل سمعتم برجل ذي السويقتين الذي يهدم الكعبة في آخر الزمان؟ فاستمعوا إلى هذه القصة. في آخر الزمان أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أن رجلا سيهدم الكعبة المشرفة حجرا حجرا على مرأى من الناس في مكة المكرمة، أطهر بقاع الأرض، ولن يجد من يمنعه أو يردعه من المسلمين. وقد ورد في حديث خطير أن الكعبة ستخرب في آخر الزمان على يد رجل أسود من الحبشة يدعى ذو السويقتين، وذلك كما جاء في صحيح البخاري وغيره من كتب السنة الصحيحة. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل بأنه أسود البشرة دقيق الساقين من الحبشة، وهي المنطقة التي تعرف في عصرنا الحاضر بدولة إثيوبيا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك سيحدث في زمن ينزع فيه الإيمان من قلوب العباد، وتفقد الكعبة مكانتها وهيبتها في نفوس الناس، فلا تبقى لها حرمة كما كانت من قبل. وفي ذلك الوقت يترك المسلمون تعاليم الدين الحق، ولا يقام حج ولا عمرة، فيغضب الله عز وجل على الناس ويسلط هذا الرجل على الكعبة ليهدمها حجرا حجرا، ولا يستطيع أحد منعه.